الله أكبر. الله أكبر. وكان حذيفة بن اليمان له خاتم فيه فص. الفص هو الحجرة اللي كتكون في وسط الخاتم، تسمى فص الخاتم، فص الخاتم. أنشدنا أستاذنا العلامة أبو العباس عبد الله الجراري قال: قضاة زماننا أضحوا لصوصا عموما في البرية لا خصوصا. قضاة زماننا أضحوا لصوصا عموما في البرية لا خصوصا. لو صافحتهم في قضاء حاجة لسلوا من خواتمنا الفصوصا. لسلوا من خواتمنا الفصوصة. شوف التشبيه كيف هو. لو بغيت تسلم عليه وفي يد الإنسان ختم، هذاك الإنسان الذي ليست له أمانة يشد اليد ديال الإنسان باش يسلم عليه، يحيدوا الفص ديال الخاتم، هذاك الحجرة يخلي له الخاتم لاصق في يده، غيديروا منه أفيق يا رجل. مالك انت ياك ما دايخ؟ ها انت موالف تكون نشيط انت؟ ها ياك معيان البرد شويه؟ الله يشفيك. هذا البرد يتسلط على الناس. ها هي في الزمن هذا كيحيدوا الفص اللي هو الحجره ديال الخاتم، يزيلها منه الفص. كان عند حذيفة بن اليمان رضي الله عنه خاتم فيه ياقوتة وبينهما كوكبان ومكتوب في وسطها الحمد لله. مذكور اسم الله في وسط الخاتم ديالو على ديك الحجرة اللي هي الحجرة ديال الخاتم، الفص ديال الخاتم ديال حذيفة بن اليمان. وهذا الخاتم اللي فيه هذه الحجرة، الحجر الكريم هذا الذي عادة يكون من الزبرجد أو يكون من الدياماند الذي تسمونه أو الماس أو كذا أو كذا من الغالي. مع ذلك يكون الخاتم ذهبا، وذكروا أنه كان خاتمه فيه الذهب. فكيف يكون الصحابي الذي يعلم الأحكام الشرعية ويأخذ عن النبي، ومن جملة ما يأخذ الصحابة عن النبي أن الذهب محرم على ذكور الأمة حل لإناثهم ولا لا؟ فإذا وجدت صحابيا عمل بخلاف حكم شرعي وعمل بخلاف حديث صحيح، كيف تخرجه؟ أنه لم يبلغه الحكم، ما بلغوش، ما في علموش، لم يطلع. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مات في الكوفة وهو حجازي، هو من هذيل. هذيل بعيدة عن مكة، ما كايناش حتى 35 كيلو في طريق الطائف على طريق وادي حنين. موجودة ديارهم إلى الآن، وبيوت الشعر لهذيل إلى الآن موجودة لهذه الساعة اللي كنهضر معكم فيها. لما تمشي للطائف عند جوج ديال الطرق، كاين الطريق ديال الجبل وكاين الطريق اللي مسرح ديال السيل، يسمونه طريق السيل على وادي حنين فين كانت غزوة حنين. باقي داكشي كله موجود الآن، هذيك الآثار إلى الساعة. لكن الإنسان اللي كيمشي للحج ما تيعرفش هذه الأمور، ما تيتجولش وما يلقاش اللي يوريه. إذا ابن مسعود هذلي حجازي. فين مات؟ في الكوفة. فين كاينه الكوفة؟ في العراق. وكتسمعوا الخبر بزاف، عرفتوا الكوفة والبصرة وهذه المشاكل الأخرانية عاد عرفتكم بالعراق جيد. إذا الكوفة كاينه في العراق، ومات هو في الكوفة بعيد على بلاده. شحال بين الكوفة وبين مكة. لما مات في الكوفة ما بلغاتوش بعض الأحكام، ما بلغاتوش بعض الأحكام التي عرفها غيره من الصحابة، منها التطبيق في الركوع. ذكروا عن ابن مسعود أنه توفي في الكوفة وهو يطبق في الركوع، ما تيصليش، ما تيوضعش يده على ركبه في الصلاة، يطبق. شنو التطبيق؟ يضع يديه هكذا بين ركبتيه بينتهم، ما تيحطش يديه على ركبه. السنة هي أن تمكن راحة اليد على الركبة هكذا، هذا هو الركوع. وتفرج بين أصابع
اليد، هذه السنة. لا، هو اش كان يدير؟ كان يدير يديه هكا بين ركابه، هذا يسمى التطبيق. عرفتوه؟ واش فهمتوا شنو هو التطبيق؟ ها التطبيق بلاتي.